الغرب يدعم تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا ويصب الزيت على الأزمة، ويدعم المجموعات الإرهابية المسلحة فيها علنا. حقائق أكدها السياسي والنائب في البرلمان البريطاني جورج جالوي الذي أوضح أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ومعها دول إقليمية لا ترغب بالتوصل إلى حلول سلمية وديمقراطية مع الحكومة السورية لحل الأزمة القائمة في هذا البلد منذ أكثر من 3 أعوام. صحيفة دير ستاندرد النمساوية انفردت بتصريحات جالوي، تصريحات اتهم فيها الولايات المتحدة وبالتعاون مع الدول الغربية وبعض الدول الإقليمية بالتعمد باستمرار تدمير الدولة السورية وضرب النسيج الوطني بهدف إضعاف القرار الوطني السوري المستقل. ولكن الشعب العربي السوري تمكن من خلال التفافه حول جيشه الوطني وقيادته من سحق الإرهاب وهزيمته، وهو سينهي الحرب ويحقق النصر النهائي. الحكومة السورية كما أكد جالوي هي اليوم على أبواب هزيمة أشرس حرب ضدها في مكافحة الإرهاب القادم من أرجاء العالم، لافتا إلى أن الاستحقاق الرئاسي حل في موعده المناسب، وأن الانتخابات شرعية لأنها حق للسوريين في الإعلان عن رغبتهم في اختيار رئيس للبلاد يحمل همومهم وتطلعاتهم ويضرب الإرهاب الوهابي. جالوي شدد على أن غالبية المعارضة السورية مرتبطة مع تنظيم القاعدة الإرهابي والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، والتي لا ترغب بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، ولكنها تلقت الدعم من دول الخليج والغرب لتدمير سوريا وبنيتها التحتية ومؤسساتها وتهجير سكانها، وذلك من أجل حماية مصالح إسرائيل الاستيطانية.